سلام البنات، واش راكم؟ صحة رمضانكم وصحة فطوركم. كل عام وانتم بخير، تصوموا بالصحة والهنا يا رب. طليت عليكم هذا الفيديو الخفيف الظريف وبهذه الوصفة الاقتصادية ياسر، نتمنى ان شاء الله كامل تجربوها. درت لكم سفيرية بالجلبانة، وصفة كيما قلت لكم اقتصادية وما تشدش كامل الوقت. كيما شفتوا في الكيكوطة درت طريف تاع الدجاج، درت البصلة، الثوم، درت لي زيبيس، درت الكركم، ملح، فلفل اسود وشوية تاع الكمون والملح بطبيعة الحال وشوية تاع المعدنوس. نتكسكو كلش مع بعض، والزيت بلا ما ننساو اكيد. كيما قلت لكم خلو كلش يعني يتكسك مع بعض هكذاك باه تجينا يعني المريقه تاعنا بنينه. هنا ضفت ملعقه تاع الفرينه وهي اللي رايحه تخلينا يعني المرقه تاعنا يعني خضره كما راكم تشوفوا. وندير الماء سخون بطبيعه الحال وما تكثروش، يعني كيما نعرفوا هاد الجلبانه راهي طيب ليه. ونسكر الكيكوطه تاعي. كما قلت لكم البنات هذا يعني الطبق ما يشدلكمش كامل الوقت. قولوا لي نتوما البنات في التعليق واش راكم ديروا، واش راكم يعني دائما نحيروا في دوزيام بلا. اكيد الشوربه هي الاولى، بصح في دوزيام بلا يعني تلقينا حايرين واش نديروا يا ربي، كراتان، ثوم. قولوا لي المهم البنات انتوما واش راكم ديروا. كيما راكم تشوفوا هنا في طنجره قطعت البطاطا قطع صغيره، قلت هكذاك باه طيب لي في ساعه. درت لها شويه تاع الملح ونخليها طيب. وهنا راه البنات بعد ما يعني طابت لي البطاطا راني نرحي فيها، يعني تقدري ترحيها بالفرشيطه. والبنات لازم ترحوها وهي سخونه، ما تخلوهاش تبرد. اذا بردت راح تخليكم هذيك الحبيبات ومش راح يعني كما نقولوا تجيكم يعني ملسه. لازم وهي سخونه ترحوها بهذا الشكل. قولوا لي بنات كيف جاكم النهار الاول تاع رمضان، تعبتوا ولا والو؟ المهم البنات احكوا لي في التعليقات. كيما راكم شفتوا زدت شويه تاع المعدنوس وفلفل اسود وملح. هذا واش كاين راح ندير يعني راني درت الملح وهي طيب البطاطا، يعني نزيد شويه فقط لاني رايحه من بعد ندير الفرماج. هنايا هذاك الطريف تاع الدجاج اللي طاب فتتو قلت نزيدوه مع البطاطا. كما قلت لكم البنات تقدروا تستغنوا عليه كامل، وفي المريقه تاعكم ديروا الجنب. خلط كلش مع بعض ونشكل يعني كريات. راح نحشيها انايا بالفرماج، نشكل كريات ورايحه نديرها في الفرينه، ومن بعد البيض، ومن بعد في الخبز اليابس. نظن كامل يعني الطريقه تعرفوها، انا فقط حبيت نشارك معكم هذا الطبق. البنات هنا ما تخافوش كي تكونوا تديروا فيها كي يخسر لكم الشكل تاعها، بصح كي ديروها في الخبز اليابس يعني تقدروا تسووا يعني الكويره تاعكم بهذا الشكل، يعني تعطوا لها الشكل الدائري. وهنا البنات الفرماج استعملت فقط تاع فرماج نابولي، هذاك اللي نديروه للبيتزا، يعني درت قطع صغيره وحشيت به. تقدروا ديروا ثاني فرماج طري وما تكثروش. حنكمل يعني بنفس الطريقه الكريات تاعي، نديرهم يعني في الفرينه ومن بعد البيض ومن بعد الخبز اليابس. اسمحوا لي البنات راهي الفوضى دايره حالكم، تعرفوا الاولاد صغار سيرتو في رمضان. اسمحوا لي راهم دايرين فوضى كبيره، ربي يحفظهم ان شاء الله. المهم البنات قلت لكم نكمل بنفس الطريقه الكريات تاعي، وراح نديرهم في الفريجيدر هكذاك بيشدوا لنا رواحهم، وثاني باه ما يتحلوناش في المقله. وهذه هي الكميه اللي تحصلت عليها انايا. وهنا راني نقلي فيهم.
لازم تحمروه مزيان يا البنات هكذاك باه يجيكم يعني اللون تاعهم زين. صدقوني والله جات ما شاء الله، جات بنينه تهبل. وهذا هو الطبق تاعنا، طبق الخفيف الظريف. يعني كما قلت لكم تقدروا ديروه بدون لحم، كما شفتوا انا درت طريف صغير برك، يعني وصفه اقتصاديه بدون لحوم. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه نهار اليوم. يعني ما تبخلوش عليا بجيم وتعليق. سلام.